ده السبب الحقيقي ان ناس كتيرة بتخسر وقت نزول البورصة، ولا مش السبب هو نزول الاسعار، لان في ناس بتنزل بيها البورصة وبتطلع كسبانة على فكرة بعد التصحيحات. السبب الرئيسي هو بعض العادات المنتشرة اللي ممكن تلاقي نفسك بتعمل بعضها، اللي للاسف في اغلب الاحيان بتؤدي للخسارة. اول واحدة محاولة تايمنج الماركت، فكرة انك تتخيل ان هيبقى عندك قدرة انك تعرف الغيب مهما كانت المؤشرات اللي انت بتستخدمها، انك تعرف ان ده البوتم القاع الحقيقي او ان دي القمة الحقيقية. بعد 21 سنة خبرة في البورصة من سنة 2005 اكتشفت ان دي غيبيات واللعب عليها مجازفة غير محسوبة. الله، امال نتحرك بناء على ايه؟ بناء على قيمة السهم. لو السهم سعره هنا وقيمته هنا، بعدين سعره نزل هنا وقيمته لسه هنا، السهم ده بقى تحت قيمته بكتير. تصحيح بدأ، تصحيح خلص، لسه بيحصل مشكلة، أزمة إيران، أزمة مش عارف مين، أنا ساعتها السهم ده بيلفت انتباهي وباخده وبحتفظ بيه وبنسى الدنيا وبتعدي تصحيحات الحمد لله زي كل مرة، وبطلع في الآخر باشا. علشان كده دايما بقول لك اتعلم تحسب قيم الأسهم، ونقطة البداية في تعليم الحسابات المبسطة هتلاقيها في لينك الجروب التعليمي المجاني اللي موجود في الصفحة الرئيسية في القناة، اللي جواه معلومات تعليمية كتيرة مش بحطها هنا، بالإضافة إلى وجهة نظري الشخصية في بعض الأشياء. وهذه ليست دعوة للشراء، وهذه ليست دعوة للبيع، وهذه ليست نصيحة مالية، إنما دي وجهة نظري الشخصية. رقم اتنين، أسوأ كارثة منتشرة في العادات، عادة وقف الخسارة. شاري سهم هنا، يوم السهم نازل شويه تقوم عامل وقف خساره ويطلع، يجي السهم يرد شويه تقوم داخل فيه بالغالي، يقوم طالع شويه كمان انت مبسوط، يقوم نازل سنه تقوم عامل وقف خساره. انت بتخسر في وقف الخساره ده في التصحيح الواحد 3 4 مرات. الله، امال ما اعملش وقف خساره؟ ما انت لو شاري سهم قوي عارف قيمته الحقيقيه وعارف المفروض يساوي كام، مش هيجي لك بانيك ولا هلع ولا هتجري منه مجرد ان هو يتهز ولا ينزل شويه، ولا لمجرد ان اراء الناس اللي حواليك اختلفت معاك عن طريق ان هم بداوا يبيعوا. وبالتالي وقف الخساره في رايي هي استراتيجيه خاطئه موجوده لتلصيم استراتيجيه خطا اكبر انت بتستخدمها، فانت مضطر تصلح الغلط بالغلط. نقطه رقم ثلاثة هي متابعه السوشيال ميديا، ودي من اسوأ الحاجات اللي بتخسر الناس في البورصه. مش عارف ارقمها رقم كام، بس هي تهيألي في العشرة الاوائل. اول ما بيحصل نزول او تصحيح او حتى يوم واحد نيجاتيف، بتلاقي على طول بوستات انتشرت على السوشيال ميديا: نهايه العالم، قال مش عارف ايه، قال انهيار. انا بقالي 21 سنه بشوف الكلام ده كل يوم احمر، كل يوم في نزول بقرا نفس الكلام. الوجوه بتختلف والاكونتات بتختلف والصور بتختلف، لكن في النهايه هو نفس الكلام. اكيد في خبراء موجودين، بس اتعلم تنقي الخبير من المليون الف شخص اللي بيبدي رايه هو ملوش اي علاقه بالمجال ده خالص. نقي الخبراء اللي انت بتستريح لهم واسمع لهم، مش مهم هم مين ومش مهم انا فيهم ولا لا، بس رقم واحد تتاكد ان ده خبير متخصص، مش مجرد واحد كده ايه كان معدي ايه ده الله بورصه يا لهوي البورصه هتنهار يا جماعه نهايه العالم قرب. وده ينقلنا لرقم اربعه اللي هي مشتقه من رقم ثلاثه. اخطر بقى نوع من البوستات دي هو الشخص المتعلم خفيف، اللي مش متعلم خالص هتلقطه من اول كلمه ان ده مش عارف هو بيقول ايه. المصيبه في اللي عنده شويه معلومات خفيفه، فيجيب لك سكرين شوت لكوت قالها مثلا مستثمر شهير، او لحاجه قالها حد فعليا، او لحد قال حاجه سلبيه على اسواق المال. الشخص ده عشان عنده معرفه محدوده شافها من زاويه معينه فنزلها وفسرها تفسيره، بس تفسيره بقى مقنع جدا للي ما يعرفش حاجه، لانه جايب كوت حقيقيه من شخص حقيقي بتتكلم بطريقه سلبيه على سوق من الاسواق في وقت من الاوقات. تحمي نفسك ازاي من الكلام ده؟ اتعلموا يا جماعه، الموضوع ده ما بيمشيش بالفهلوه. عايز تتعلم البورصه صح، نقطه البدايه في التعليم هتلاقيها في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه.